مساء الخير وحلقة جديدة من برنامج نجوم رمضان. أهلا وسهلا بالجميع ومرحبا بكم ومرحبا بضيفة الليلة النجمة مسار محمد. أهلا وسهلا يا مسار. أهلين. مساء الخير، كيف الحال؟ كيف الأمور؟ تأخرنا على الناس شوية. تأخرنا صح، أنا اللي سبب تأخير، معلش. لا عادي، مش مشكلة. المشكلة أنه الناس مراعيين كثير، متحمسين للقاء أمم، والمقابلة هذه، وأنا صراحة يعني تفاجأت كثير بالمحبة هذه لك من الناس والجمهور. الحمد لله. بس كيف والله غدك عارف يعني كم قد لنا أيوه. كذا كيف؟ ضبطت المقابلة. أيوه والله صحيح. أنتم خلصتوا متأخرين. مسلسل الضايعة آخر شيء كان معك. أيوة، تقريبا كيف؟ قبل أسبوع كذا. أيوة. كيف الوضع معك؟ كيف بديتي تلمسي الأصداء من الناس؟ والله شفت ردة فعل الناس، وأشوف الكلام وأشوف كل منشور ينقال وأشوف كل كلام ينقال، وأنبسط من داخل قلبي الأمانة. لأنه الكلام كله إيجابي، الكلام كله حلو. المسلسل لاقى صدى حلو ودخل قلوب الناس. وبرضه كده تحس إنه تعبك كله يهون، كله يروح لما تشوف إنه فعلا في ناس تحبك وفي ناس تقدر تعبك وفي ناس فعلا تشوف إنك تعبت على نفسك وإنه العمل يستاهل. طيب الآن أصداء الناس، أنت معك كم مسلسلات؟ 3 مسلسلات هذه السنة. آه. أيوة. بس الصدى الكبير على إيش من المسلسلات؟ بالنسبة لي أشوف المواقع التواصل الاجتماعي على الضايع. أكثر شيء. م. طيب أنت كنت تتوقعي إنه يكون ملفت للدرجة هذه عند الناس؟ أيوة. ليش؟ للأمانة أنا أول ما قرأت القصة أو النص، كنت للأمانة مبهورة جدا جدا جدا، وكلمت الأستاذ ياسر. فأول ما طرح علي القصة وشرح لي، فالقصة جديدة، فيها حبكة، آم، من قبل ما تصورتش. فكنت جدا جدا متحمسة، لأنه مش زي المعتاد أو زي المسلسلات اللي بنسويها دايما، أو القصص اللي تشوفها متشابهة وعارفين إيش بيحصل، وهذا هو نفسه ال- المشاهد اللي هي إحنا متعودين عليها، أو القصص. فكان بالنسبة للمسلسل ضايعة، أنا أعتبره نقلة نوعية للدراما اليمنية فعلا، من ناحية القصة، من ناحية التصوير، من كل النواحي. يعني أنت أول ما عرضوا للأمانة عليك الفكرة والمسلسل والنص انبهرتي بالموضوع؟ جدا. ما عاد سألتيهمش على كم بتدوا لي فلوس ولا شيء؟ ما عاد؟ آخر شيء والله، آخر شيء تكلمنا عليه. لأنه عجبتك القصة. عجبتني القصة وعجبني الدور وكل شيء. طيب بدروب المرجلة والزوجة السابعة بديتي شارطيهم على الفلوس قبل القصة ولا لا والله أبدا، أبدا. بالعكس، الأستاذ وليد العلوفي والأستاذ مروان الشميري، أوجه لهم تحية طبعا. اتكلموا معايا وعلى طول. يعني هو شوف، حكاية أجور ما أجور هذه بتجي فيما بعد. أولا بنشوف النص، بنشوف إيش الموجود، هذه الأشياء كلها. اليوم يعني شوفي الصدفة أن أنا أستضيفك في الحلقة ومعاك اليوم نقدر نقول أقوى مشهد، صح؟ ما أيوة، مش هذا اكتشاف إنه شمس يتيمة، وإنها في ميتم، وإنها لقيطة. الله، أنت شفتي المسلسل اليوم؟ أيوة، أشوف الحلقات دائما. تشوفي صح؟ مم. الآن أنا وأنت والناس شوفي بنحاول نشوف المشهد. ولا نسب معروف، مستحيل حد يختارها بسهولة. بس أنا ربتني أمي زمزم، ربتني أحسن تربية، وكانت الأمان الوحيد لي والسند الوحيد في الحياة هذه. الآن عرفت قصتي وحقيقتي، تقدر تواجهها الكل، ولا ارتاح وأصدق إحساسي. صدق إحساسك.
ايش المشهد هذا الجبار؟ شكرا الله يحفظك. يعني مشهد فيه قوة بالأداء. أنت مستمرة يعني. كم مدة المشهد؟ 3 دقائق يمكن، وأنت اللي بتتكلمي. لو أقول لك إنه اختصرت الكلام أو اختصرنا الكلام، المشهد هذا كان عبارة عن 4 صفحات. امم. أول ما شفته، أول ما قريت الحلقات، هذا من أكثر المشاهد اللي كنت متخوفة منها، وإنه هل فعلا أنا بجلس حافظة الكلام ولا أركز على الأداء ولا إيش أسوي بالضبط. يعني الكلام كان كثير كثير كثير، يعني 4 صفحات تستوعب إنه بس أنا اللي جالسة أتكلم و4 صفحات. امم. فحاولت إني أجيب لب الكلام، يعني هذا كله غدو لب الكلام. يعني ما حفظتش المشهد زي ما هو مكتوب بالورق. هو ال... هو نفس المعنى، نفس أيوة. المعنى، بس الكلام كان كثير وكبير. فأنا كنت يعني كيف أفهمك، قادر أحفظ، بس لما أحفظ هل بمسك الأداء معه ولا لا؟ فاهمني؟ أيوة. كنت متخوفة قوي قوي هذاك اليوم بالذات، إن إحنا بدأنا بالمشهد هذا في أول أيام التصوير. فعادك ما دخلتش حتى بالشخصية، وعاد إحنا ما تأقلمناش كثير، وعادنا يلا يا دوب حبة حبة. فلما تدخل يشترك تصور أسبوع أسبوعين ونص هكذا لما تبدأ تتعود. كان عادوا صورتم هذا المشهد بعد كم يوم من بداية المسلسل تصويركم؟ ثاني يوم أعتقد. ثاني يوم صورتي ذا المشهد. أمم. يعني حتى إحنا بدأنا ما قد فيش بينك كيمياء انت واصيل، يعني انت ويزان ما قد بينكمش مشاهد سابقة. بالضبط أول مشهد صور لي أنا وهو مع بعض، لأنه كان بالفعل. أول لوكيشن اللي هو در زمزم. اوكي طيب. كم أمم. عدتوا مرات المشهد هذا؟ ما عدناش الحمد لله. من اول مرة؟ اوه. ايش قلتي بالاخير؟ ايش الجملة اللي قلتيها؟ أم... نسيت. مستعد إنه إيش؟ انت مستعد انك تواجه أيوة مستعد إنك تواجه الناس. أمم. او اصدق احساسي؟ أمم. اللي هو ايش احساسك؟ إنه خلاص كيف الاثنين، لأنه الشب. كنت متخوفة. شوف، شمس متخوفة إنه يزن يعرف إنها لقيطة، مم. أو لأنه معروف دائما إنه اللي ما لها نسب ولا لها اسم معروف مستحيل حد إنه يخاطر ويتزوجها، بالذات إنه ابن جبر وأبوه متسلط ويلا يا دوب يمكن يرضى إنه يتزوج من اختيار ابنه ولا ماشي، ابنه يتزوج من اختياره. مم. فلو يزيد يعرف إنها كمان لقيطة هنا المصيبة. فاهمني؟ فكانت خايفة إنه ما تشيش يعرف. طيب هو فهم انه تصدق احساسي، يعني انه ما بيكملش. هو أنت هذا إيش اللي. قلت بالضبط؟ ها. ما جبت. ما بتجاوبش. الشباب لا. كلهم كاتبين بالتعليقات. أمم. يعرفوا بكرة إيشو. بكره ها. أمم. طيب هذا مشهد نعتبر من اقوى المشاهد في الضائع، ولا عاد في مشاهد اقوى؟ لا في أقوى، في مشاهد قوية. عاد هذا في من، أيوة من المشاهد، واحد من المشاهد. شفت في المشهد مشاهد اللي. قوية انت وفي وين شفت مشاهد. اليوم المشهد؟ انت تشوف المسلسل مع اهلك ولا كيف؟ أيوة. انت واهلك شفت المشهد؟ أمم. ايش كان ردهم؟ شوف بعض المشاهد اللي تكون كده حساسة بعض الأحيان أشوفهم شوية ويبكوا، يعني أنا جنبهم فاهم وعارفين إنه تمثيل. أشوف أم خدها تبكي، أخي خدوا يبكي ولك الله يقلع شوي الله. يعني اليوم دمعوا على المشهد بكهلك. أيوة. مم. قوي كان المشهد حساس، إنه حاجة صعبة على فكرة. بتأثر يعني كممثلة تتقمص، يعني انت ممكن انك البكاء او شيء يجي معاكي غصبا عنك من شدة التقمص. واحد من المشاهد لو أقول لك، مم. في مشاهد قوية قوية فعلا بالحلقات الجاية. في مشهد بيني أنا وخواتي، مش أجيبش أكثر من تفاصيل عشان ما أحرقش. مم. لو أقول لك يا سامي إنه إحنا عاملين بروفات وبنقرأ النص، يعني دقائق خلاص إحنا بنصور وجالسين نعمل بروفات. أنت فين بتدخلي، أنت إيش بتقولي من جملة، أنا فين مفتاحي. فجالسين نقرأ النص
والأستاذ خالد البحري الله يعطيه العافية جالس معاني يراجع الحوارات. فوقتها تخيل ما قدرناش، ما كنت أبكي من جد، يعني كنت أبكي من داخل قلبي. الأستاذ خالد من الكلام، بس من الكلام مش قادر، قال أنا ما قدرت إني أكمل. قام شل نفسه وإحنا جلسنا نتفاكر. المشهد فعلا قوي 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 مؤثر، والكلام كان قوي مؤثر لدرجة إنه خلاص قالوا لنا لا تكروش، خلاص ابدأوا بالتصوير، وبدأنا بالتصوير. دخلنا وارتجلنا، بس طلع مشهد حبوب للأمانة. طيب يعني مشهد اليوم أنت سجلتيه من مرة واحدة، المشاهد الثانية القوية عادة ما يحصل شيء عادة كثير صح؟ شوف أنا شو أقول لك، إحنا ميزتنا في طاقم مسلسل الضائعة، وهذا الشيء اللي يعجبني فيه، غير كل المسلسلات للأمانة، وغير كل الطاقم اللي اشتغلت معاها، إنه في المشاهد الحساسة والمشاهد اللي بتكون فيها بكاء والمشاهد القوية الماستر، أنت بتكون محضر لها وحافظ لها، بيكون بس في بروفة واحدة أو ما يحتاج بعض الأحيان قبل ما نصور. أوكي. مم. بيكون مراجعة بس على النص، وإنه حافظ وإيش بتقول، فين البداية فين النهاية. بعدها خلاص الكاميرا تشتغل، أنت تدخل في الجو، ما حد يقاطعك، ما تسمعش نخس، حتى اللي يمشي على أطراف أصابعه. فمستحيل إنه حاجة تنعاد، أو إنك تجلس تقطع أكثر من المشهد، أو حتى أنت بتجلس مواصل بالمشهد. نصور فقط اللي بينتقل من مكان لمكان، فأنت بتجلس في الحالة نفسها. حلو، يعني 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 ما فكلكم بيفصلوكش نهائيا، وهذا الشيء اللي عاجبني فيه حرفيا يعني يعني. كلكم كممثلين جالسين داخل الحالة خلاص، ما حد منكم عاد بالضبط. مم. فعشان هذا هكذا تحس انه خلاص يعني دخلنا في الجو وبنعيش الحالة نفسها. ما فيش حد يفصلنا، ما فيش حد يصيح من هنا، ما فيش حد يجيب ملاحظات من هنا ابدا. بندخل في الجو وبيطلع وبنضيف وبيطلع المشهد افضل من ما احنا كنا متوقعين. طيب يا مسار، أنت إيش أدواتك في التمثيل؟ كيف؟ تمثلي، قال أحدهم مسار محمد تمثل السهل الممتنع. كيف عرفتي إيش مثلا؟ معنى السهل الممتنع؟ يعني بتحسها إنها بتمثل وتحسها م. بوقت ما تمثلش. يعني عادي الموضوع، ما فيش لا أوفر ولا شيء، الموضوع عادي سلاسة. أدواتك في التمثيل إيش؟ ولا قبل هذا السؤال، من م. متى بدأت أنت درستي؟ إيش اللي عملتي؟ شوف انا بدأت ادرس مسرح مم. في المركز الثقافي، مم. تقريبا وعادنا صف تاسع. أيوه. درست دورة مسرح. بعدها خلاص، لأنه كان شغفي للأمانة مسرح مش تلفزيون، فكنت أعشق حاجة اسمها مسرح. فحبة حبة بدأت إنه أشتغل في التلفزيون. أول مسلسل لي كان ربيع المخاض، وبعدها سر الغراب، وبعدها أواب، سد ومن الغريب بعدها قصدك؟ لا، سر الغراب اللي في قناة اليمن، أيوه. وبعدها أواب في قناة المسيرة، مم. وبعدها اللي هو درة. يعني الدور الرابع كمان. عمل الدور الرابع مسلسل. أيوة. أيوه. ودروب المرجلة، و... والآن الزوجة السابعة والضايعة كمان دروب المرجلة. مش كثير يعني مش كثير، أيوة يعني. بس ايش السر اللي يشوفك مثلا بأدائك مثلا في در السنة الأولى هو رابع مسلسل لك يشعر انك ممثلة من زمان؟ ايش السر؟ شوف، في درة اللي عجبني فيه إنه الدور تحسه كده طفولي، وبنفس الوقت عفويتها أكثر مما هي هذيك الإنسانة العاقلة وكلامها رزين فقدرت إني أدخل في الشخصية، يعني كنت على طبيعتي، حرفيا على طبيعتي. هل ف شخصيتك قريبة من شخصيتك في درة في الواقع؟ أيوة. يعني ما مثلتيش، هذه كانت مسار نفسها. مش قصة مسار، ها؟ إنما لا أيوة مش في بعض القصة طباعه كذا، الجنان، التهور، نفس شخصية مسار. طيب الآن معك إذن الزوجة السابعة دروب المرجلة. مم. سؤال الناس يقولوا كيف أنت قادرة تمثلي 3 مسلسلات؟ ما كيف تفصلي بين كل شخصية وشخصية؟ شوف، أنا أول ما بدأت أصور بدأت اللي هو زوجة السابعة. في يناير آه صورته صح؟ أيوة أعتقد. شهر واحد أيوه. قبل رمضان بكثير. مم. وبعدها
شهر 12 بدأنا نصور حق دروب المرجلة، وكملت في نهاية شهر 12. بداية شهر 1 كون خلصت أنا شهر مسلسل دروب المرجلة، وبعدها من بداية 1 الضايعة لشهر 2، نهاية شهر 2. يعني ما حصلش انك صورتي واحد من المسلسلات، صورتي اثنين مع بعض، ما حصلش؟ إلا دروب المرجلة المشاهد الأخيرة كانت وأنا أصور اللي هو حق ضايعة. دروب المجرة كل مشاهدك في المدينة انت؟ أيوه، طبعا كان معي خط في الديرة. كان معك صورتي ولا ما صورتيش؟ لا، لأنه كان معي اللي هو ضايعة، فالوقت ما كانش بيسمح إني أروح معاهم أبدا يعني، وبيكون في نفس الوقت، وعشان أقدر أوفق بين الاثنين تم إزالة طيب اللي هي لما الخط. قصوا مسارك او الخط حقك في دروب المرجلة، يعني التغت شيء من احداث الدروب المرجلة بسبب انك ما انتش قادرة تروحي تصوري دروب المرجلة، صح؟ أيوة، كان في معي خط اللي في الديرة، فاضطروا إنهم يحذفوه عشان أكمل مع الضايعة. طيب الخط حقك اللي التغى من دروب المرجلة، هل ضعف القصة هناك؟ زعلوا يعني منك يعني شوية؟ لا والله بالعكس، كانوا متفاهمين جدا. ايش كنتي بتروحي تعملي في الديرة؟ ما انه قد راح. كنت بروح على أساس إني دكتورة ومدري إيش، بروح معاهم في الديرة. كان بيحصل كمان إنه لأني بسافر مع زهرة اللي هي صاحبتي اللي هو مم. مجرح، مم. وكمان بيحصل اللي هو فزاع بيقبض علينا ومدري إيش، يعني في أحداث كده. اما الزواج مع مهاوش وكذا ما فيش؟ لا لا. يعني مهاوش مسكين ما حب من بيتزوج. طرف واحد. ها؟ حب من طرف واحد. حب من طرف واحد. طيب في الزوجة السابعة كيف شايفة دورك؟ دور هنا دور حلو. الإنسانة العاقلة الرزينة اللي الكلمة الواحدة تحسب لها ألف حساب. اللي تساند دكتور كريم. بنفس الوقت هي يعني بتعاني من مشاكل ومن أشياء حصلت لها من طريقها، ومعقدة من الزواج نهائيا. لا، بسبب التجربة اللي حصلت لها من قبل، فخلاص ما فكرتش بالموضوع هذا نهائيا إنها تخوض أي علاقة أو إنها تتزوج نهائيا مرة ثانية. مم. فرجعت مركزة على شغلها، على دراستها. كل همها إنها تكون إنسانة ناجحة، في نفس الوقت تسند غيرها. يعني كانت تشوف الدكتور كريم بتنصحه، تجيب له نصايح. وبرضه هي شوف هنا آم، شافت إنه الدكتور كريم آم، زي ما يقول لك أصابع على اليد ما تستويش. مم. فكان في شوية إعجاب شوية. ها، هي بس معجبة. لما أيوة، بس لما كانت تشوفه يتزوج ويشوف بنات الناس كلها وهي ما يشوفهاش. بس الحق عند بنات، الحق عندها لأنها أصلا قالت له إنه هذا الشيء يتزوج، أصلا قدها معقدة. مم. أيوة. ف اليوم بس بالأخير حباه بالأخير اليوم حب. بالأخير أعتقد بيلتفت لها، صح؟ أيوة، زي ما مم. يقولون لما تنحرم من شيء تعرف قيمته، صح؟ يعني هو ممكن يرجع يلتفت لها ويتزوجها يعني. أيوة بالضبط. طيب، معقول ومنطقي هذا المشهد اللي عملته هنا في الزوجة السابعة إنها تحكي له عن طلاقها وتروح له للبيت؟ م. في ناس قالوا هذا مش منطقي دراميا. بقول لك ليش. السبب إنه هنا راحت له للبيت، لأنه هنا شوف الإنسان المقربة للدكتور كريم مم. تعرفه من 5 سنين، تعرف طباعه، تعرف كيف تجيله كيف. فالدكتور كريم دخل في أزمة، مم. وبنفس الوقت دخل في حالة بسبب موت زوجته. فأم كريم مش عارفة من اللي بيخرجه من هذه الحالة غير الدكتورة هنا. فكانت ليش؟ اتصلت لي لأنه أنا الوحيدة اللي فاهمة له. مم. الدكتورة هنا هي الوحيدة اللي قريبة من الدكتور كريم وقادرة إنها تخرجه من هذه الحالة. فأم كريم اتصلت لهنا إنه أنا أشتيش تجي تشوفي كريم وتخرجي من الحالة هذه، وإنه يرجع للعيادة. فالدكتورة هنا لما راحت كلمته مش عشان تستعطفه أبدا، راحت تكلمه إنه
فعلا أنا حصل معي، يعني الشيء اللي حصل أنت معك مش زي ما اللي حصل معي أنا. يعني اللي حاصل معك قليل بالنسبة للي حاصل معي أنا. وبرضو أنا لا دخلت في حالة نفسية زيك ولا غلقت على نفسي ولا شيء، بالعكس. تمام، بس كانت تقدر تكلموا الكلام هذا في العيادة مش تروح البيت. ماني مش راضي يخرج. يعني انت حسيت انه المشهد طبيعي والموضوع طبيعي. المشهد، شوف، هي مش عارفة كيف تستعطف دكتور كريم. مم. هي أصلا ما تحبش إنها تتكلم بقصتها، أو ما كلمتش أحد، حتى أقرب الناس مش مكلمة لهم ولا أهلها. ما فيش غير هذا الموضوع اللي بيخلي كريم يتعاطف معاها، وإنه كيف مغلقة العيادة وهي راكنة على راتبه، وبنفس الوقت يعني هو الوحيد اللي اشتغلت معاه وراكنة عليه، وجاي الآن خلاص بكل بساطة يغلق العيادة وييأس ويجلس مكتئب في البيت. فلو ركزوا في المشهد مم. كانوا بيعرفوا. طيب انت ايش رايك بالمسلسل بشكل عام، الزوجة السابعة، فكرته؟ المسلسل، كانت في نشطاء آه شباب المفروض يقولوا النساء يعترضن على المسلسل هذا. هو شوف، أنا شفت، أيوة شفت إنه في كلام إنه ليش الزوجة السابعة أكثرته هجوم على النساء تحديدا، إنه هن اللي سبب فشل أي علاقة. إنه مم. الرجال كامل مكمل ومدري إيش. بالعكس، الرجال والمرأة هم سبب من أسباب إنه فشل أي زواج. بس فكرة المسلسل تحديدا على الزوجات اللي كيف أفهمك، اللي كل واحدة مركزة على شيء وناسية بقية واجباتها. مم. فهي ما بتعيبش المرأة خصيصا، بالعكس. يعني حتى الدكتور كريم يكون في عنده عيوب، بس هن ما جابلوش فرصة أصلا يخرج العيوب. فاهم؟ ايوه ايوه. طيب. أيوه. طيب مسار 3 مسلسلات، يعني بتحسي انه انت في المرحله هذه انه انت عادك في مرحله الانتشار فعادي تمثلي اكثر من مسلسل، ولا المفروض لا يعني مسلسل واحد وكفايه؟ شوف أنا شو أقول لك، السنة الجاية إن شاء الله مم. أنا قررت كذا إنه مسلسل واحد أكتفي، ليش؟ حتى لو جاني أكثر من عقد. ليش؟ تعب وإرهاق، وبنفس الوقت المشاهد لما يشوفك في أكثر من مسلسل تحس يحصل عنده تشتت، إنه هنا شخصية هنا شخصية هنا شخصية في موسم واحد. ما بيركزش معاك بشخصية واحدة، ما بتعطيش شخصية واحدة حقها الكامل. طيب. فأنا أشوف إني مقصرة جدا 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 جدا، طيب بشكل هل عام انت مقصرة هل انتم جدا. مضطرين بسبب مادي؟ يعني بصراحه يعني الممثلين اللي يمثلوا باكثر من مسلسل، لانه مم. ماديا لو في لي اجر لمسلسل واحد بمثل مسلسل واحد، بس انا اضطر امثل اثنين ثلاثه لانه الاجور من هنا شويه هنا شويه هنا شويه. شوف بالنسبة لي أنا مم. كان للأمانة مش بالأجور، مم. بسبب الأجور نهائيا. مم. لأنه مسلسل الزوجة السابعة ما كانش حتى لرمضان مم. أبدا. كان على أساس إنه مسلسل عيدي، فليش لا؟ يعني كنا بنبدأ إحنا نتطور، خلاص ما عاد بيكونش المسلسلات موسمية وإنه مواسم ومدري إيش. فمش مشكلة، هم نشارك. طلع القنوات كانهم يعمل لكم مقلب، يقول لكم المسلسل هذا للعيد وهم يخبوه لرمضان الثاني. لا لا، هو للأمانة كان للعيد، ما مش مم. مقلب. ماش بس مقلب. لما شافوه وشافوا المسلسل قالوا لازم إنه يكون لرمضان. ما أدري شو بدل اللي عاد. بدل المقررة من السنة القادمة مسلسل واحد وخلاص. أيوه إن شاء الله. طيب. أنت الآن تعتبري بطلة الضائعة، مم. بس في التتر والأسماء اسمك مش في البداية، ليش؟ شوف، للأمانة أنا أحترم كل اللي اشتغلوا معانا، الممثلين زملائي في العمل. وما شاجيش أقارن نفسي بأشخاص أو ممثلين لهم سنين تعبوا على أنفسهم وبنوا أسماءهم، وأجي أحط اسمي قبلهم. مم. ما هوش منطقي أبدا أبدا. مهما كان صح إنه الدور بطولة، والمسلسل هي الضايعة شمس، والمركز الرئيسي، أو زي ما تقول محور القصة كامل.
بس ما يحق ليش أو مش تمام لي أنا إني أجي أقول لهم لا تروحوا اسمي، بالعكس. طيب بس بالأخير بيجي يوم من الأيام لازم يكون اسمك في البداية يعني. يوم من الأيام بيجي إنه يكون اسمي في البداية، بس طيب إني الآن، أجي هكذا قبلهم وهم من سنين لا ولهم. بس أنت محور القصة يعني. فاهمة. م. بس لهم احترامهم ولهم أسمائهم، ومستحيل إني أدخل في هذا الموضوع أو حتى إني أفكر يعني. كل شخص يعني أنت فاهم لي إيش الشيء أوصله، إنه كانوا هم بيزعلوا. تعبوا على أنفسهم ولهم فترة في المجال الفني، فأنا لسه في البداية يعني. أنا مش استنقاص بنفسي لا، وإنما احتراما لهم م. وتقدير لهم، كونهم زملائي في العمل وأساتذتي وكل الاحترام لهم للأمانة. بس فسواء كان في تحسي البداية بيزعلوا أو مثلا لو كان النهاية كتب اسمي. اسمك قبل بيزعلوا. ها. بيزعلوا إذا كان اسمك كتب قبل. أكيد بيزعلوا، من حقهم، من حقهم. طيب يا مسار، معي لك مفاجأة أنا. من توقعي. سمعت أنا صوت. سمعتي صوت؟ من تتوقعي يعمل لك مفاجأة؟ ما أدري. نسمعك الصوت ثاني مرة. بهي. بهية محمد أختك. كيف إيه. عرفتيها؟ صوتها. أيوة، تنضم لنا في البث الآن بهية محمد شقيقة مسار محمد. كثير ناس عارف إنكم أخوات. أغلبهم مش كلهم. طيب وين صورة بهية؟ طيب الآن أيوة، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا. أهلا. أهلا وسهلا. حقيقة. أشتي أه. أوسط نفسي، مش عارفة ليش جالسة في الطرف. لا خلاص تمام، الآن تمام. أنت كذا أنت بتشوفينا تمام. لا خلاص خلاص خليكي كذا. لو تمام. قلبت بتشوف نحن موجودين الثلاثة الآن بالكادر. أهلا وسهلا يا أوكي. بهية. أهلا وسهلا، كيف الحال؟ الحمد لله، شهر مبارك، كل عام وأنتم بخير. الجميع إن شاء الله. مسلسلك بدأ من يوم 15. أيوة، إحنا اليوم رابع حلقة تقريبا. رابع حلقة. تشوفي مسار بمسلسلات هذه السنة؟ والله شايفها بكل مكان ما شاء الله. السنة هذه يا مسار حطنت الأرقام القياسية. أنا ايش تعرف في لكم دعم قوي يعني، في الأسرة تدعمكم بموضوع التمثيل. الأستاذ محمد الجرادي يعني نتوقع أكبر داعم لكم. أكيد أبي من البداية كان معانا، صح إنه أنت عارف مجتمعنا كيف صعب شوية. آه. وأبي ما تحملش القليل يعني، من اللي سمعه اللي من اللي كان يوصله. إيه. لكن الحمد لله يعني احنا تربينا في عائلة أدبية، عائلة تحب الفن والإعلام وتسمع وتقرأ. فهذا الشيء كان دافع لنا وحافز قوي. هو اللي اكتشف عندكم موهبة التمثيل ولا أنتم قلتوا له نمثل؟ إيش اللي حصل مسار ولا بهيت؟ يلا، هي حاجة جت كذا يعني مننا احنا، ما كانش يتوقعوا كلهم يعني، خصوصا بعد مسلسل غربة البن أعتقد. كان بالنسبة لنا أول مسلسل يمني نتابعه، ما كناش عارفين أصلا في مسلسلات يمنية. بعدها أنا ومسار عملنا ثورة داخل البيت إنه نشتي ندرس هذا الشيء، وبدأنا مجال المسرح وكذا. يعني غربة البن هو يا مسار اللي خلاكم تحبوا التمثيل؟ ايوه. ليش؟ كنت انا وهي، وبعدين كذا حسينا انه احنا لازم نمثل. للأمانة حتى انه من قبل كنا نشوف مسرحيات وكذا، فاحنا ليش قلنا احنا ايش ناقصنا، ليش ما نكونش احنا ممثلات. بالضبط، هذا اللي حصل. فاهمني. بديتم تمثلين في البيت ولا كيف بدأت القصة معاك؟ لا لا، من المسرح كانت من في المسرح. المركز الثقافي، كانت أول يعني دورة تدريبية في المركز الثقافي مم. لوزارة الثقافة. وكنا البنتين الوحيدتين أعتقد، صح يا مسار، اللي كملنا للنهاية يعني. ايوه. كانت من أحلى التجارب وأتمنى تنعاد الآن يعني. ايش الذكريات يا بهية اللي تجي معك انت ومسار؟ والله الحاجة مش عارفة كيف يعني، إنه ما كانش مجرد طاقم أو مجرد ناس بندرس معاهم يعني. لحد الآن بنتواصل، بقى لنا 5 سنوات أو 4 سنوات مم. في بيننا تواصل ما انقطعش للآن يعني. مش عارفة ايش الرابط اللي كان بيننا، بس حبينا الشغل أكثر معاهم. حبينا نروح المكان اللي كنا فيه، الأشخاص وكل شيء فيه. طيب يا مسار، بهية قالت انه الوالد الاستاذ محمد الجرادي
يعني تحمل كثير ضغوط علشان انكم دخلتوا في مجال التمثيل. فعلا. مم. ضغوطات من الأهل، مم. من الناس اللي يعرفهم، مم. من كل الناس عارفين. فالحمد لله، يعني الحمد لله كان زي اللي تقول واقف معانا احنا، وعارف انه هذا الشيء مش غلط، وانه هذا الشيء صح. ف ف حتى انت عارف عشان يا سامي، حتى انه مثلا بالرغم هذه الاشياء اللي كانت تحصل ما كناش نعرف احنا من نبي انه فلان بيتصل له ويكلمه، فلان بيقول ما ينفعش، لا، كانت هذه الاشياء نسمعها من ناس ثانية او من امي يجي ما تكلمنا، كان شيء بس النبي كان يحسسنا. يكلمنا لو انا لا، يقول لنا ما ينفعش، لا بالعكس، يعني عمرنا ما حسينا انه بيبدأ، صح انه قد ربما يتأثر، هذا شيء طبيعي، بالذات في مجتمعنا الكلام بيأثر، لكن ما كانش باين قدامنا خالص. بس يعني وبالاخير هو مؤمن بالحاجه اللي انتم بتعملوها ومتفهم للموضوع يعني وانه ما. بالعكس كان يقول هو رسالة، الفن حاجة جميلة، صح انه في بلدنا ما بيجيبش فائدة، فهمتني، بس على الأقل تقدروا تقدموا شيء، أقدر أشوفكم تعملوا حاجة حلوة. طيب انت يا بهيل، انت تابعي مسار هذه السنه في المسلسلات حقت الثلاثه، أمم شايفه كيف انها تقدمت بسرعه؟ ايش رايك؟ أنا تفاجأت مسار، يعني لا دي مش أختي. ليش؟ يعني تفاجأت والله، ما كنت عارفة، قد ربما انه مثلا الاشياء اللي ما خلتناش نشوف مصر بالشكل هذا انه الفرصة اللي كانت قبل ما كانتش جيدة للدرجة هذيك اللي ممكن تطلع كل اللي بداخلها. بس انا احس ان السنة هذه مسار قرأت وتمعنت في اختيار الناس واختيار الدور، فهذا شيء حلو، يعني عملت شيء، يعني ايش برافو يا مسار، برافو، اول مرة اقولها لها، يعني برافو يا مسار. ايش اللي ابهرك من الادوار اللي ادتها؟ الدور اللي في الضايعة أنا أشوف مقاطع مم. كثيرة، يعني أنا بصراحة ما تابعت المسلسل لحد الآن، أنا من الناس اللي تابعوا بعد العيد. مم. فكمان في مشهد شفته تحفة، اللي كان في الزوجة السابعة لما كنت تعاتبي وتقولي إيش ذنب المطلقة في المجتمع هذا حسيت إنه أنا جالسة أشوف المشهد وماسكة نفسي خاص ببكي، لأنه للأسف حاجة حاصلة، والرسالة هذه كانت قوية، يعني مع احترامي لكل المشاهد اللي حصلت في المسلسل وبغض النظر عن إنها أختي، إلا إنه حسيت المشهد هذا مختلف، المشهد هذا فيه حاجات كثيرة، حاجات عميقة. هذه السنه محظوظه مسار يعني بدورها. أيوة أيوة، خلاص أنا بجي السنة الثانية وأضيع عشان ما تعليق. بهيل بنخليها تحس في السنة الثانية خلاص. مثلتم مع بعض؟ قد مثلتم مع بعض يا مسار؟ للأسف لا، ما ربيع قدم عنك المسها، ولا عمل. ربيع المخايا مسار، بس كان كل واحدة يعني في شخصية أيوه. مختلفة، يعني مش مع بعض، ما فيش مشاهد تربطنا ببعض. بتحسي لو اديتم مع بعض بيكون كيف الاداء بينكم الثنتين؟ أنا أتمنى إنه ناخد دور خوات، أيوه خوات بس بالضبط. خوات على طبعنا إحنا في الحقيقة يعني، فيكون امسك مسلسل لحاله. بينك المشاكل كخوات. طبيعي. فهي على ايش يا مسار بتختلفين؟ على كل شيء. اه. بس أنت عارف نكون يعني في شي بيننا، ففجأة تلاقينا نتكلم عادي ونضحك وكأنه ما أيوه، فيش شي حصل يعني، لسه يعني حاضرة بعض مبلكة نصايح بعض ندخل شوية. نكلم بعض من الواتس عادي. ليش تحضرين بعض؟ انا لا لما ما صح. اتعصب اسوي كذا، انا اسوي كذا كم من مرات، لا لا. بدون ما تعرف ابلغها في الانستا، اجي اعمل لها بعد فتره رساله رد الفولو، بيقولوا احنا خوات مدري ما لنا لاغيات الفولو لبعض ردي. مالك الآن متفاجئة عاد يا مسار؟ اكتشفت على فكرة. ها؟ ومصر ما تدرى. الآن عاد أنا اكتشفت بتقوليها على الحساب طار، الحساب مدري إيش. وانت ما تدريش انها كانت تحضرك؟ حاضر. طيب مثلا بعدين يا بهي، نتقابل. علاش كان مثلا تكون المشكله هذه اللي تستدعي انك تحضر اختك يعني انا على اي حاجه، انا من الناس اللي الكلمه واحده تستفزني، خلاص فاجلس لوحدي كذا زي الطمشت، اروح لوحدي فالغي البنت الفولو يا بعدين سامي اسوي أبسط بلوك كلمة بعدين. تخليها هكذا، تصبح بي سد بيننا. يا بهي، استقرارك بمصر وكذا ضيع عليك فرص الان في المسلسلات والدراما وكذا تحسي؟ شوف، بالنسبة للناس اللي بتتابعني وتعرف انه انا دايما ما اختفيش وانه اطلع باعمال كثيرة، بالنسبة لهم بيقولوا هي ضاعت وكذا واختفت، مم. لكن بالنسبة لي انا حاسة اني جالسة ابني نفسي، يعني مم. بديت من حجر الاساس من اول وجديد، لانه انت عارف مصر بلد حلو. جميلة، يعني الفن اصله هنا، مم. فانا بديت ابحث اقرا اشوف اشاهد اشبع نفسي، فهمتني، وبدأت أنتقي الأعمال كويسة، فأنا هذه السنة معايا فيلم بإذن الله بيكون بيعرض في مهرجان السينما في مهرجان البحر الأحمر، صح، في السعودية، في ايوه. برنامج
مهرجان البحر الأحمر في السعودية، مم. ومعاها مسلسل السنة هذه لجانب الإعلانات وكذا، فأحس إنه لازم لا أتأني، يعني إنه ما أشتغلش أي حاجة، أخذ وقتي. بتستشيري زوجك جنبك كأنه عمرو صح؟ لا أنا بسأله لأني أنا كثير نسيان، أيوة يعني. أيوه. طيب بالنسبة لمسار، إذا سألتك أنا يا بهية عن مسار، أمم. إيش رأيك أنت إنه السر عند أو أدوات التمثيل عند المميزة عند مسار؟ أنا أشوف إنه مسار، يعني أدوات الممثل هي كثيرة وكثيرة وكثيرة، كم بنتكلم عنها. بس أنا اللي لاحظته إنه هي أختي وأعرفها، يعني أنا لما أشوف مشهد معين أعرف إنه في هنا مسار ارتجلت، أو يعني في سرعة بديهة تتلافى الموضوع لو الشخص اللي أمامها زاد في النص. فهمتين؟ أنت بتحس، اللي بيفهم بيحس وبيشوف، فممكن تتلافى الوقت نفسه وتتكلم، يعني إنه سرعة البديهة عندها عالية. فهمتني؟ تقدر تتعامل مع الموقف يعني. أيوة، واللي قدامها أيوة. قولي شكرا. شكرا. جالسة أسمع. أنا شاكر لك يا بهية المشاركة هذه والمفاجأة اللي صار. و... وكانت بتكلم، سألتها قلت لها بتفرجي المسلسل مع الأهل؟ قالت أيوة، وبيتأثروا وبيزعلوا كل يوم كان في معاه مشهد قوي، طبعا يمكن أنت ما شفتيش. أنا لسه بشوفه، إذا بترككم وتشوفوا براحتكم. يلا تمام، شكرا لك يعني يا بهية، وإن شاء الله بنكون لنا حلقة ثانية معك إن شاء الله. بإذن الله. طبعا أنا مش عارفة أغادر يا سامي. خلاص انت، ايوه انت لما بتغادري من تحت على الاكس، وشكرا لك. مع السلامه. مسار هذا الواحد. العلاقه طلعت قويه بينك انت وبين وبهيه، حاضر وامورها وانا طبعا من خلالك ان انا بشكر ونوجه رساله للاستاذ محمد، اشكره جدا. طيب يا مسار، انت الان الناس سائلين بالتعليقات يقولوا ليش كل ادوارك دكتوره دكتوره دكتوره؟ مش كل أدواري. ايوه الان كم انت أسلوب السنه هذه؟ المساء السنه هذه دكتور معك دورين دكاتره. أيوة، اثنين. ايوه. السنة الجاية أنا قررت إنه مستحيل خلاص، لأنه حرفيا كلهم بيقولوا إنه خلاص بيكون إنه مسار لازم إنها تكون دور دكتورة. هو شوف، دور الدكتورة لازم إنه يكون كذا بريء، وجهه طفولي، تحس ما أدري. ايوه صح. طيب انت أيوة. تشعري انه الان انت ملامحك تؤدي لهذه الادوار لانواع معينه من الادوار، ولا ملامحك ممكن تخليك تمثلي ادوار اكثر؟ شوف، أنا أتمنى إنه السنة الجاية مم. إنه أخرج من إطار اللي هو المسكينة، الرحيمة، حابة أدخل في الشر، أو مم. في أدوار تكون مختلفة نهائيا. مم. نهائيا. لأنه أحس خلاص يشوفوا ملامحك كذا بريئة، وبيبي فيس، يجيبوا لك أدوار كذا وانت ما حبوبة عرفتيش لطيفة. ما عرفتيش هذا اللي بالعكس، انت. أحس إنه أنا لازم إني أغير. ايش ادوار شريره؟ مم. والشباب والمعجبين يا مسار وين يروحوا؟ ليش؟ إيش دخل؟ هم انا انت تحسي الان ايش سر هذه الحاله اللي انت عاملها عند الشباب والاعجاب يعني انت اكيد ملمه بالموضوع هذا وحاسه صح؟ كيف ما فهمت؟ يعني الآن أنت مثلا لو مثلتي أدوار شريرة وكذا ممكن تقل نسبة الإعجاب، أتوقع. هو هذا الشيء اللي أحسه مش تمام باللي يتابعوا المتابعين، إنه بيربطوا شخصيتك الحقيقية بشخصية المسلسل. صح ولا بت... لا؟ أيوه. لاحظ أيوه. إنه شخص لما يكون طيب هو فعلا طيب، واللي يكون شخصية شريرة هو فعلا شرير، فبيكرهوه وخلاص بيظل هذاك الشخص شرير في نظرهم حتى لو خلص المسلسل. طيب بس الحلو إنه واحد يخلي الناس يحبوه، يعني ليش يروح يدور أدوار يخلي الناس ما يرتاحوا لوش؟ لا، أنا يعني اوريدي خلاص، يعني لقيت الحب والناس كلهم بيحبوني، فخلاص انتقل للمرحلة الآن الثانية. مصادر الحب اللي توصلك كيف توصلك؟ رسائل، تعليقات؟ كم في رسائل عندك غير مقروءة قولي لي؟ بس إيش؟ والله كثير كثير قوي. يعني كم تقريبا؟ خيرات، والله خيرات. بالإنستا، بالماسنجر، أمم. بالسناب؟ ماسنجر ملان، في الانستغرام ملان، ذات البنات أشوف رسائلهم، مع إنه لما يقولوا في البنت للبنت بتغار، أو إنه لا، بس البنات اللي يشوفهم عندي بالعكس
فقوي قوي يعني أكون مبسوطة إنه فعلا لما بنت تحب أو تكون معجبة ببنت، شيء حلو. ايش يقولوا لك البنات في رسائلهم؟ ايش الرسائل اللي توصلك؟ رسائل مثلا عجبتك؟ إنه يكون مثلا حبوا الشخصية، امم حبوا الأداء، إنه إنه أنتي مش زي البقية، فاهم؟ امم إنه أنتي كذا تدخلي على القلب بسرعة، أنتي شخصية حبوبة، أنتي حلوة فكلام حلو والله، إيجابي قوي لا، قوي. هذا حق انت حلو، هذا مش شباب اعتقد. بنات والله، على فكرة يجي هذا الكلام من بنات، فاهم؟ وأنا و ليش مستغربة؟ بس ليش الان مستغربة؟ بس الان يعني انا تفاجأت مثلا الان يمكن اعلى بث بالحلقات اللي قد طلعناها البث حقك يعني. يعني شباب كثير ورسائل وكذا. هل يلمسوا انه هذه بنت من البيئة من عندنا؟ يعني في سر انا مش عارفه ايش هو السر. المحبة من الله. يعني الاستاذ محمد الله يعينه الخطابين كثير صح؟ في سؤال ايش يسألك وهو طرح كثير وهو مطروح، وانت مم. يمكن تصريح سابق لك صح؟ عرفتي على ايش بسألك ولا لا؟ يا الله، والله إني كنت متوقعة قسما بالله. انت قلت التصريح هذا او لا؟ شوف بقول لك، ايوه، نحن الان نحكي يا من شباب قبل. قصة، لانه التعليقات كلها عليه، انت قريت التعليقات الناس انه مم. مسار محمد قالت مشيش اتزوج يمني، معي مشكله مع اليمنيين، ايش المشكله؟ من قبل على فكرة ما قد طلعت إني أصرح أو أتكلم بهذا الموضوع، مم. بس بتكلم فيه الآن. مم. شوف، اللي يعرف مسار والناس القريبة مني وجدا كانوا عارفين إنه طريقة كلامي أو أنا لما تكلمت هكذا كان والله إنه مزح. حتى لو تلاحظ في الفيديو داريا دايل جالسة بتكلمني وجالسين بنتكلم إنه ليش انتقدوا بهي إنها تزوجت مصري ومدري إيش. فهي جالسة تقول أنت ممكن إنك تتزوجي إنه ما تتزوجيش يمني. فوالله من باب المزاح قلت لها أكيد، فاهم؟ حتى كانت كلامي وأنا بنضحك، مم. مش عارفة كيف الناس شبكوها. شوف، أنا من النوع اللي أجيب العيد خيرات. مم. يعني انت ما كان مزح الموضوع؟ يعني ما كنتش متخيلة إنه يعني ما كنتش عاملة حسابي إنه هذا الموضوع بيكون خلاص محمل الجد، ايوه. فاهمني؟ فلما شفت ردة فعل الناس، ولما شفت الحلقة نزلت، ولما شفت الكلام، قوي انزعجت على فكرة، قوي انزعجت. يعني ما أقولكش إني ما انزعجت عاملين الأمانة. عليكي حمله ليش ما تشيش يمنيين، ايش المشكله، ايش في؟ بالعكس، بالعكس والله. شوف، أكن كل الاحترام لكل رجال يمني، ومستحيل نلاقي زيهم، مستحيل تلاقي زي الرجل اليمني في العالم كله. واللي سافر وخرج الخارج بيعرف فعلا قيمة الرجل اليمني، ما في زي شهامتهم براءه أو زي براءه يا شباب، رجولتهم. براءه براءه، اذا مسار خلاص التصريح هذاك طلع مزح كان. والله حرفيا جالسة أتكلم معاك من جد، يعني أول مرة أطلع أصرح بهذا الشيء، مم. لأنه ما أدري إيش كيف ما انا لقيت بيني كلمة. وبينك جالس اهرب من التعليقات، اقول لهم ضيفه مسار ايش بتسالوها هناك، ها ايش ما تشوف زوج يمنيين، إيه ما ادري إيش. اروح التيك توك السؤال مطروح، بالانستغرام مطروح، بالفيسبوك. قلت هذا الموضوع بيكاوشون الناس الان، لازم نطرحه. لا لا ففكر. لا لا، مش مشكلة الأمانة. قد قلت لك أنا ما في زي الرجال اليمني بشهامته وبرجولته وبغيرته إيش اللي يعيبه مثلا؟ بالعكس، لما أتزوج ابن بلادي أفضل من أتزوج شخص من الخارج. أو أكيد بيكون طباعه غير، عاداتهم وتقاليدهم غير، إحنا مهما كان ما بنقدرش نتعايش بغير البيئة اللي إحنا متعودين عليها. فمن هان ومن بري هذا، لأنه شفت إنه كثير كثير يعني زعلوا مني. أعتذر من كل حد إنه أخذها في قلبه، يلا وأعتذر قصة غلط. لرجال اليمن بشكل عام. ما كانت شيء إساءة مني أنا شخصيا لهم بالأمانة. فالموضوع اتهم بطريقة غلط، وما كانش قصدي نهائيا. الاهل ما كلموكش؟ ما قالوش ليش قلتي التصريح هذا؟ ما حدش كلمك من اهلك؟ لا والله بي، ايش قال لك؟ قال إيش عملتي؟ قالوا لي عارف مقصر؟ بي.
قولوا لي يوم قد أنا طلعت كذي مع أجيب أم الأعياد. قولوا لي يوم قد طلعت مع سامي وخلاص راح التصريح، تخلص الحلقة قالوا بالتيك توك المقطع. قلت والله يا أبا مش قصدي، مم. فاهم؟ جالسة أشرح لهم في البيت مش قصدي حرفيا، والله ما هو هذا. هي كانت تمزح معي وأنا جبت بطريقة مزاح يعني، كان كلامها مزاح وأنا رديت بمزاح. مم. فما كنتش متخيلة إنه المزاح هذا يتحول لحقيقة وإنه تصريح وإنه مدري إيش، أبدا. طيب، من الأسئلة اللي طرحوها الناس بالتعليقات واحد قال اسألها إيش هدفها بالحياة. الشباب خايفين على مستقبلك، إيش يعرفوا كيف تخطط لمستقبلك؟ والله شوف، مهتمين يا مسار، إيش يعرفوا إيش ناوية تعمل، تستقر، تمثل، تدرس؟ مسار ناوية في السنة الجاية مم. إنه تدرس تكمل جامعتها وبدخل إن شاء الله إدارة أعمال. ناوية كمان إنه أم، ما بستقرش أو ما بكملش أعتقد السنين قدام كثير، لأنه في هدف مسار حابة إنه توصل له. ما بتكمليش بالتمثيل؟ أعتقد ليش؟ لأنه التمثيل بالنسبة لي أنا كمسار هواية، يعني فاهمني؟ ممكن مش ممكن أيوه يعني مش إيش الشيء اللي ممكن يخليك تبطل التمثيل؟ إنه لما أنا خلاص مسار تحقق لي تشتي توصل له، فأنا لما أوصل للشيء اللي أنا أشتيه وظيفة، دراسة، مشروع خاص استقرار. بإذن الله. ها، مشروع خاص. أيوه. مم. أم، وتهتم بدراستها، لأنه شوف التمثيل قوي قوي بعدني عن الدراسة. للآن ما سجلت جامعة، سنتين وأنا موقفة. أنت عادي خلصت الثانوية؟ أيوه. ليش كم عمرك يا مسار؟ عمري 20. آه. أمم. ف دخلت 21 قبل هكذا بشهر 27 2. أيوة، فأنت ناوي تركزي في الدراسة يعني. فأنا ناوية إنه أركز في الدراسة، وبرضه ما يمنعش إني أمثل. يعني هو حرفيا القرار هذا فيما بعد، يعني 3 سنوات 4 سنوات، يعني لقدام، مش الآن. هل تتوقعي مثلا ممكن لو في مشروع زواج يمنعك عن التمثيل أو استقرار أسري يعني؟ شوف، مش مفكرة نهائيا بموضوع زواج وما زواج حاليا، مم. مش مدخلة في بالي، لأنه مسار في بالها أشياء وفي بالها أهداف غير الزواج. يعني مسار لازم تحقق أشياء وبعدها يصير خير إنه تبني أسرة، تتزوج. إيش اللي خططك المشاريع اللي تشي تعمليهن؟ يعني أنت شكلك باين تروحي يعني بزنس وشي. أيوة إن شاء هل الله. الشهرة ساعدتك في الموضوع هذا يعني، والأضواء والإعلانات هي فتحت لك آفاق؟ بتساعدني كثير الأمانة، ليش الكذب، وبتختصر علي وقت كثير. بإيش ناوي تشتغلي؟ خليها مفاجأة. هل الشهرة هي ساعدتك، أقصد الإعلانات، وإنه تعرفتي على يعني بالعمر هذا إنه تفكري بالتجارة ولا بالبزنس؟ يعني الموضوع صعب شوية يعني إنه. شوف الشهرة والمجال هذا بالذات سهل علي كثير. علاقاتي بالناس صارت أكبر، أعرف ناس أكثر، بتسهل لي كثير أمور، ما بتخليها صعبة علي. مم. فأنا ناوية أستمر فيه مم. للحد اللي أقدر إني فعلا استفدت من هذا الشيء. ل- طيب، إيش الشهرة اللي أنا مسار الشهرة اللي أنت وصلت لها، هل هذه تعلي سعرك في موضوع الإعلانات؟ يعني بالضبط. أيوة. من أكثر الناس اللي بتاخذ فلوس في الإعلانات أنت الآن نقول. ما أدريش تقريبا. كيف بت... آه، كيف بتحددوا أسعاركم في الإعلانات؟ شوف بقول لك، بالنسبة لي أنا الإعلانات اللي أصورها، آم، أو زي ما تقول مش أي مكان أسوي له إعلان، أو مش أي جهة أسوي لها إعلان. أختار الجهات بعناية. الجهات المعروفة والكبيرة ممكن أسوي لها إعلانات. ليش؟ بقول لك مسار عاملة إنه أنا لما أسوي لجهة معينة والجهة كبيرة ومعروفة،
بترفع مني وبترفع من الجهة نفسها، بحيث إنه في شركات كبيرة ومعروفة مستحيل إنها تسوي إعلانات مع شخص مستهلك زيادة. فأنا من النوع اللي ما استهلكش أبدا نفسي في الإعلانات، أو الإعلانات الكثيرة جدا والمستهلكة، والإعلانات البسيطة والكثيرة، وإني أظهر خيرات، من النوع اللي ظهوري محدود. أقل مبلغ استلمتي في إعلان كم كان؟ أقل مبلغ، لا تقوليش الكثير، قولي القليل. ألف. $1000 أقل شيء. والآن بعد الضائعة والنجاح هذا اللي برمضان بتزيد الأسعار. مش بتزيد كثير، شوف أنا مسخش عليهم. يعني مثلا تعدي ال20,000 مثلا. لا، صلي على النبي، إيش اللي 20,000؟ 10,000. الإعلان. لا مثلا إعلان آه. إذا كان الإعلان كله يعني الإعلان كله من الإنتاج أو المصور علي أو كل شيء، تتعدى هذا المبلغ. ولكن إني أجي أنا فقط مم. وكل شيء عليهم، بيكون سعر حبوب. اوكي. طيب يعني الآن الفائدة ممكن الفنان يقبل بأجور قليلة، بس بالمقابل هو يستفيد من الحضور في المسلسلات، انه بيقدر ينتشر في موضوع الإعلانات، يعني شيء بيغطي مكان شيء يعني. بالضبط. شوف، المسلسلات هي بتجيب لك الشهرة، مم. بحيث وتجيب إنه لك فلوس تقدر أنت. قليل، وتجيب لك فلوس قليل. ما بتجيبش فلوس قليل الأمانة، يعني قليل قليل. يعني. أيوة، مم. حلوة، جور حلوة. مم. فالمسلسلات أنت بتستفيد منها كشهرة، مم. قادر إنك تعوض فيها بأشياء ثانية زي الإعلانات، هذه الأشياء. طيب. فشي بيعوض شيء للأمانة، هناك تاخذ شهرة، هناك تاخذ فلوس. طيب انت لانه ما بتختاري الادوار، انت السنه القادمه ناويه تختاري دور واحد، مسلسل واحد وخلاص؟ إن شاء الله. يعني القنوات الان اللي شي يحجز مسار من الان، هذا تصريح وعنوان. بدري. ما عاد بتمثليش الا دور واحد. إن شاء الله، لأنه أنا حابة السنة الجاية أظهر بظهور مسار تكون غير. حابة إنه أفاجأ الكل، إنه إذا في دور، يكون دور مختلف، يكون في دور يفاجأ الكل، وأركز عليه، وأجيب كل طاقتي في هذا الدور. لأنه لما شفت إني أشارك في أكثر من مسلسل وإني أضيع وقتي فيه، مش تضييع وقت، إنما انشغال في أكثر من سيناريو وأكثر من مكان تصوير، ما بتعطيش لكل شخصية حقها للأمانة. تتوقعي من اللي بيعطيك الدور المناسب هذا والدور الحلو؟ هل طاقم المهريه ولا طاقم السعيده؟ ياسر الظاهري والجروب تبعه في المهريه، ولا وليد العلوفي والجروب تبعه في السعيده؟ من تتوقع انت؟ مش عارفة والله. بس يعني بخبرتك، من اصبح فاهم اكثر مسار وعارف يستثمرها؟ الأمانة الاثنين، الأستاذ وليد العلفي والأستاذ ياسر، من المخرجين اللي فعلا آم، أشتغل معاهم وأنا قلبي مرتاح، فاهمين المسار، فاهمين آه، حتى طباعهم، طباعهم جميل، والشغل معاهم مريح، كل شيء للأمانة كويس. تتوقع السنة القادمة المسلسل يكتب، يعني م. مسار يمكن يكتب لها دور يفصل مسلسل على مسار؟ إن شاء الله، ليش لا. تتوقعي كذا انت؟ يعني احساسك يروح بها انه مسلسل السنة القادم ممكن يفصل على مسار يعني؟ إن شاء الله. طيب، من تحب يكون بطل امامك في المسلسل القادم؟ دخلنا للسؤال الصعب على طول. اللي يختار المخرج أنا بعد، ما هوش جينا نحن نتخور. ايوه، بس انت مثلا في بالك كذا، مثلا لو يا مسار الان في ورشة كتابة للمسلسل وفكرة المسلسل، مثلا فكرة المسلسل اللي في بالك انت انه ينفع عن المسلسل، عن ايش الشيء؟ موضوع مسلسل. هو ما فيش ببالي شيء معين، بقدر ما هو مسار تخرج الإطار اللي هي متعودة عليه، واللي الكيوت. بتقدمه أيوة، يكون في حاجة مختلفة. ما تشيش السنة القادمة تمثلي دور بنت كيوت؟ أيوة. بس بتخسري معجبين كثير يا مسار. أبدا.
ابدا ها. واثقة، واثقة مامي. ايش اللي يخليكي واثقة كذا من الجمهور؟ ما أدري إيش. فرجني. يعني انت متوقع ان الجمهور يحبوك بكل الحالات، شريرة خير كل شيء؟ طيب انا ما عشان احرجيك، بس انت ما عاد قلتي ليش يعني بالنسبة لكمية الرسائل والمتابعة والاهتمام، كيف في الشارع لما تطلع ايش اللي يحصل مع الجمهور وخاصة؟ والله شوف، أكثر وقت. تحرجي من الشباب، هل الشباب بنفس الجرأة يكونوا في الشارع لما يقابلوك كذا نفس السوشيال ميديا لا ولا؟ والله، ايش؟ محترمين جدا ايوه. جدا. امم. حتى لما يقابلوني في الشارع، مع إني أنا ما أخرج كثير، ما امم. أخرج كثير. وإذا خرجت أخرج المكان معين أو المحل معين، من السيارة للمحل وهكذا. ما لاقيتش وقت إنه يلاقوني في مكان، فاهمني. امم. وإذا خرجت مثلا في بعض الأحيان أخرج وأنا مناسبة. ها وانت من فإذا حصل فإذا حصل ولاقوني وكذا، ما بيكونش موقفهم إنه يجوا ويتصوروا أبدا يعني. ممكن إنه يسلموا سلام من بعيد مم. وخلاص يعني، فاهم. ايوه. فجدا لطيفين. طيب نروح ايش اول دور بالنسبة لك تحسي الدور هذا هو اللي قدمك للجمهور؟ درة. امم. أمم. الدور حسيت حق انه. درة حسيته جاب صدى كبير. عطى مساحة كبيرة، قدرت إنها تجيب ما عندها. كان دور حلو وقصة حلوة، وخلى الناس تتعاطف معها. فكان من كل النواحي، كان قوي حالي. فحسيته هو الدور اللي فعلا حسيت إنه مساعدة بدأت. ايوه معك محمد قحطان ومعك رغاد، يعني كان في كوكتيل وخلطة رهيبة. أيوة، كان مساري مع محمد قحطان. أوجه مم. له تحية طبعا. مم. من أجمل الأشخاص اللي اشتغلت أنا معاهم للأمانة. فكان المشاهد والمشاهد اللي بتجمعنا، كان الكل يتحمس لها، إنه كان يفلتوا المسلسل كامل متى بتظهر أميرة واسمه وكيف كانت كواليس التصوير انت ومحمد قحطان يعني؟ ومعروف محمد قحطان يعني محمد قحطان في الحقيقة والتمثيل هذا. فحتى إنه إحنا بنكون في اللوكيشن طابحين، كل واحد مش طايق نفسه من التعب والإرهاق. مجرد بس ما يدخل تحس كذا طاقة إيجابية والكل بيضحك. ما كانش عليك صعب محمد. الدور؟ ما كانش عليك هم؟ الدور صعب انه يعني الشخصية اللي مثلتيها، هم. طبيعة وابعاد الشخصية، ما حسيتش انه الموضوع كان صعب عليكي؟ حق إيش؟ حق درة؟ ايوه اميرة، انه لا. بنت صغيرة ومتزوجة واحد اكبر منها والقصة هذه. هو شوف مبدئيا، القصة وأبعاد الشخصية ما كانتش هذيك الصعبة. لأنه أنا لما أشوف الشيء وأصعبه لنفسي، ما بقدرش إني أدي وإني أدخل في موضوع هذا نهائي. فكنت أسهل الأمور وأخذها ببساطة. هي الشخصية إنه مش معقدة، مش مركبة شخصية أميرة. مش معقدة نهائيا. بس كان شخص في مشاهد يحتاج لها قوي تعب، مم. يحتاج لها إحساس، يحتاج لها محمد قحطان ما يخليكش تفصلي لأنه يضحك واصل، يعني تكوني مركزة بالشخصية بدون. شوف، الحلو في المشاهد حقي أنا محمد إنه كانت كلها كوميديا. مم. فإذا كانت بكاء ومدري إيش، لا أكيد كان بيفصلني. بس كنا بندخل الجو. طيب حتى شخصيتك الآن هذه السنة في الضايعة ولا الشخصيات الثانية مش معقدة شخصية ولا مركبة، شخصية بسيطة سيمبل يعني؟ إلا في الشخصيات الضائعة اللي هي شمس. آم، قوية هكذا صدق، هي الشخصية الوحيدة اللي تعبت معها وحسيتها هكذا شوية متعبة. لأنه شوف أكثر مشاهد شمس لو تلاحظ، البنت اللي منكسرة من الدنيا هذه، اللي ما لهاش حتى اسم أو لقب أو تحسها تايهة في الدنيا، محرومة من أشياء. فبتحاول تعوض الناس من الأشياء اللي محرومة منها.
بتحاول تساعد الأطفال، بتحاول الحق لما تشوف في ظلم بتحاول إنها تساعد الناس، حتى إنها متسرعة في قراراتها، ممكن تتدخل ب... بأي شيء حتى لو ما لهاش دخل، وتشوف في ظلم بالموضوع. أو مثلا حق أم يزن، لما شافت يزن بيكلمها وبيكلم أمه بقسوة وبيصيح فوقها ومدري إيش، فهكذا دخلت على طول تصيح فوقه ومدري إيش، وهي يعني كمنطقيا ما لهاش دخل، بس شخصية شمس من النوع اللي خلاص أصبح عندها إنه الشيء اللي أنا محرومة منه، أو الشيء اللي أنا ما حصلت عليه، لازم إني أخلي الناس كلها إنه ما يحصلش معاها نفس هذا الوضع. تتابعي مسلسلات هذه السنة؟ ايش تابعتي المسلسلات؟ الضايعة. امم الضايعة. بس ما بتتابعش مسلسلات ثانية؟ إلا زوجة السابعة ودروب المرجان أشوف منها لقطة. وغيره ما بتتابعش؟ ما لاقيش وقت. امم م- طيب، في المسلسلات اللي قد عرضت يعني من قبل او م. اللي تعرض الآن، هل في بعض الأحيان يجي دور كذا تقولي او كنت اشي أدي هذا الدور او اشي؟ لا، ابدا. لأنه في المسلسلات اللي أنا مثلت فيها مقتنعة للأمانة في دوري، وما أحسش مكان أو مسار في شخصية ثانية. طيب لو في مسلسل يشي يعيدوا تمثيله ثاني مرة من م. المسلسلات اليمنية، ايش المسلسل اللي تشي تمثليه انت او تجدديه يعني؟ ما في فيش. مسلسل غربة البن أعتقد. ايوه. هو لا، الدلال امم شخصية سالي حمادة. شي تمثليها؟ عاجبني، كان عاجبني قوي. مم. شخصية حتى جديدة وتحسها كذا شخصية غير، فاهمني، فعجبتني شخصية. الآن من الممثلات الموجودات من اللي ما صرت تتنافس معاها وتحس انك لازم مركزة مع أدائها، مع تطورها، مع اجتهادها؟ شوف أنا من النوع اللي ما ركزش عند حد، مم. ويلا حالي حل نفسي. مم. طيب الآن السنة هذه نقدر نقول انه مسار هي نجمة الموسم الرمضاني؟ ماشي أجيب لك أنا كلام أوني سر. بس إحساسك، تفاعل الناس، ردود الفعل الناس، تحسين وضعتي في الخانة هذه؟ إيه، مع من؟ يجاوبوا هم طيب. لا، من في جنبك، من تشوفي أنا نجمة رمضان أنا وفلانة مثلا أنا. للأمانة هذه السنة الكل بدعوا، ليش الكل؟ الكل أعطى أكثر، مم، أو أعطى أجمل ما عنده، والكل تعب، والكل لاقى صدى حلو، وللأمانة كلهم ما فيش حد تقدر تقول إنه لا هو نجم الموسم. الكل. الكل يعني. مم. طيب الآن بحاول أسألك أسئلة سريعة والشيء تي اسمه نشوف إجاباتك. تمام. مشهد تمام. صعب كان بالنسبة لك يا مسار؟ ها، مشهد صعب أديتي والمشهد هذا كان صعب نفسيا لك؟ مش تيش أقول لأنه أنا عادوا بيظهر يعني؟ أيوة، صعب أوه. جدا جدا. أوه. في حلقة 29 أو 30. طيب دور مثلتيه هو يشبهك نوعا ما في الحقيقة؟ كطباع أيوة. وكتصرفات أميرة. أميرة. مم. طيب بالنسبة لك مشهد تفتخري فيه إنك أديتي هذا المشهد؟ برضو بيجي. عادوا بيجي ها؟ طيب إيه. أنت الآن بتختاري المسلسل لما يعرض عليك مسلسل، بتختاري بناء على قصة المسلسل ولا طاقة مخرج المسلسل؟ يعني بتبحثي عن القصة ولا بتبحثي عن الراحة النفسية والطاقم اللي بشتغل معه؟ الاثنين. امم مم. لا لا، لو يعني إيش المعيار الأول عندك بيكون؟ المعيار الأول أكيد النص والشخصية، وبعدها يجي الثاني. الطاقم بتقدري تتعاملي مع أي طاقم؟ أيوة. أوكي طيب. بالنسبة لك إيش الأسهل أو اللي ممكن تبرعي فيها أكثر، الدراما ولا الكوميديا؟ شوف مثلا ما قد جربت من قبل الكوميديا، بس مم. أحس إنه بتعطي في الكوميديا. بتعطيها.
طيب لو انت تمثلي دور كوميدي مثلا، من تحسي بتتناغمي معاه من محمد. الممثلين الكوميديين الموجودين، تحسي كذا انه بيكون بينكم كيمياء انت وهو؟ محمد قحطان نجم الكوميديا عشان. بس والشباب البقية؟ أحس محمد بس، ما أدري ليش، لأنه يمكن ما حصلش فرصة إني ألتقي بالبقية. في معك محمد نعمان، معك محمد أوكي الأموي. صح، محمد نعمان كمان، أيوة نسيت ايوه والله. معك صلاح الوافي، معك مم. مجموعة اسماء. مم. إلا والله كلهم صح. طيب آه متى انت ممكن تقولي الدور لا هذا الدور ما بمثلوش؟ لما نشوف إنه هذا الدور ما بيضيف للمسار أي شيء. مم. طيب هل الشهرة الآن أصبحت تأثر على اختياراتك في الحياة؟ بالضبط. أيوة. مثلا بإيش مثلا من حياتك؟ في كل شيء. مم. أنت كمشهور خلاص، أو كإنسان معروف، مم. أصبحت كل تحركاتك تنحسب عليك. فهذا الشيء مش سهل نهائيا، تحس نفسك مقيد. طيب عمل تتمني إنك تقدميه، يعني دور أو شخصية كذا أو كاركتر إنك تمثليه؟ قلت لك أول، مم. اللي هو شخصية إنك شريرة، آه. شخصية مجنونة، إيه هكذا. تمثلي دور مجنونة يعني، قلت لك من مجنونة تراقب الناس في الشارع. حابة أدخل بشخصيات مختلفة حرفيا يعني، ما أدريش ليش. هل في شخصية من الشخصيات اللي مثلتيها استمرت معك بعد ما خلصتم التصوير؟ لا أنا من النوع اللي أفصل. مم. أفصل سريع. هل في السنوات هذه اللي مثلتي فيها وشاركتي في مسلسلات، كنت في مسلسلات مشاركة، هل حسيت انه في مسلسل حصل له ضجة كبيرة وانت تشعر ان الضجة هذه فيك يعني ما يستاهلهاش؟ في هذه السنة. امم هذه السنة. هذه السنة ولا السنة الماضية؟ أيوة. تحس انه في ضجة كبيرة المسلسل بس ما يستحقش هذه الضجة، الموضوع مبالغ فيه؟ ما فيش، لأنه الأمانة كل المسلسلات اللي حصلت على ضجة بتستاهل. لأنه شوف، ما فيش أي مسلسل بيحصل عليه ضجة والناس بتتكلم عليه امم إلا وفعلا ناجح طيب بكل شيء. هل في دور مثلتيه من الادوار اللي مثلتيها المسلسلات، انت مثلتي يمكن 7 مسلسلات تقريبا الان، هل في دور ندمت انك مثلتيه بدون ما تقولي الاسم؟ أيوه. كم، واحد او اثنين؟ واحد. واحد، خلاص تمام. طيب. طيب آه في زملائك اللي معك في الضيعة من فاجأك منهم، او في دروب المرجلة او في الزوجة السابعة كيف؟ اتفاجأتي بأدائه؟ وكان أمم، معك في اللوكيشن انت وتحدي كذا بالتمثيل، تحس انه يعني اداؤه مستفز لي، لازم ادي احسن، لازم اجتهد. شوف شخصية شمس. امم أم، كانت مع أغلب الممثلين في المسلسل. امم يعني كان مسارها وتقريبا كان معاها مع النص اللي موجودين مشاهد. فكلهم كانوا بيبدعوا للأمانة، وكل واحد كان بيجيب أحسن من الثاني. فشوف إحنا لما تصور مع ممثل أي أي مشهد، بالعكس لما أشوفه هو بيرفع من أدائه أنا أفرح. ليش؟ لأنه لما يرفع من أدائه بيرفعني معه، لما هو يهبط بهبط أنا كمان معه. فما فيش حد زي ما تقول تعتبر منافسة، لا بالعكس. لأنه كل ما رفعتوا الاثنين من أدائكم كل ما نجح أصلا المشهد وكان أفضل. فقصة من منافسة ما منافسة. من بالعكس. اصدقائك، من كان اصدقائك في اللوكيشن او اللي بترتاحي لهم تجلسي معاهم؟ شوف آم، أنا من النوع مم. مش عارفة هل انطوائية أو شيء، مم. بس ما أعرفش هو طبيعي هكذا، ما أقدرش يعني أكمل مشهدي، أكمل تصوير مشهدي على طول أخرج، يا أما إني أقرأ نص أحفظ النص، أو أخرج أجلس في الغرفة لما يجي مشهدي. مم. ما أشكلش ضجة، مجلس شجاع مجلس، فاهمني. مم. مجلس سكتة أكثر هادئة، أكثر وحدة هادئة يمكن في اللوكيشنات هو أنا. بس من تستلطفي فدي
كيف؟ باللوكيشن بالموقع يعني، مم. تحسي كذا في ود انت وياهم تجلسي وترتاحي لهم يعني. جدا جدا، بحسهم كذا عائلة. والأمانة أنا لما مشيت مم. قوي، زعلت قوي لدرجة إنه خلاص كنت أحس إنه اشتكي، لأنه فترة مش قليلة على فكرة، لا يوم ولا يومين، شهرين. وكان الطاقم آه، الطاقم الضائعة للأمانة من أجمل الطواقم اللي أنا اشتغلت معاها. آه، كله على بعضهم. للأمانة كانوا نعم بهم بالنسبة لنا كأخوة وآباء وكان كل الشغل طاقة إيجابية، وعمر ما حد زعل زعل من الثاني أو جرح الثاني، أو حتى إنه غلط على الثاني. بالعكس، كنا بنشتغل كذا روح واحدة، وكنا بنحس إن إحنا عائلة واحدة. ف... فلما احنا انفرقنا وخلاص انه كملنا المسلسل، حسينا انه في شيء ناقص، بنرجع وفي شيء في فراغ. طيب مسار، انت مهتمة بالسوشيال ميديا يعني يعني؟ السوشيال ميديا اليوم مهمة للفنان؟ ايوه، بدون السوشيال ميديا الفنان؟ هو مهمة. وبنفس الوقت شوف احنا، او تقدر تقول مش كلهم مهتمين بالسوشيال ميديا، وانا اولهم طبعا. ما ادري ايش كيف. مم. ما انا مش من النوع اللي متواجدة كثير في السوشيال ميديا وفي المواقع كامل، أو عندي تطبيقات كاملة أو البرامج كاملة. يلا يا دوب عندي الانستغرام والفيسبوك، بس يلا وحساب بالدوب أوفق بينهم. حسابات الثانية ما معك يعني؟ لا، في حسابات بالتيك توك على فكرة مش تبعي، في حسابات في اليوتيوب مش تبعي، في تويتر مش تبعي، ففي كثير والله متعين. طيب النقد اللي يجي في السوشيال ميديا، انت بالنسبة لك هل قاسي؟ كيف تشوفي، كيف تقييم النقد اللي بتتلقيه انت في السوشيال ميديا؟ شوف الناس قاسين للأمانة، معك لطيفين؟ كيف بتحس الموضوع؟ أنا بقول لك الفترة الأخيرة للأمانة مم. أنا شفت وقريت كل منشورات انكتبت. شفت إنه فعلا بدأت في ناس بتنتقد انتقاد بناء، يعني حاجة حلوة. وفعلا بدينا إنه إحنا نفهم إنه الانتقاد لما يكون انتقاد بناء، فعلا أنت بتوصل الكلام اللي أنت تشتي تقوله. فالقلة من القليل اللي بينتقدوا انتقاد جارح ومش كويس وكلام بيجرح الإنسان. وعلى فكرة في كثير بيتأثروا من كلامهم، هم ما بيحسوش، بس تحس كأنهم ما عندهمش قلوب لما انت يكتبوا هل حصل معك انه تأثرتي من نقد كتب لك في السوشيال ميديا؟ أثر عليك؟ ما قد حصل ليش، لأنه ما فيش أي نقد قد حصل لي أنا مسار شخصيا أم، جارح للأمانة، لا. يمكن أثر كان كل اللي في فيه. ضجة كبيرة حصلت في موضوع بهية المتزوجات، صح؟ أيوه، ضايقكم الموضوع؟ ضايقنا. وبنفس الوقت تقدر تقول كنا متوقعين 1% إنه يحصل هذا الشيء. ما كناش متوقعين إنه بيكون في الكم الهائل هذا أبدا. مم. فكان في انتقادات بناءة، وفي انتقادات جارحة، وفي منشورات معاه، وفي منشورات ضد. فكان كل واحد له رأيه. من الأحسن إنه كانت هي أو تقدر تقول ما تأثرتش كثير، لأنه ما بيأديش ولا يأخر. الآن بهية أعتقد قافلة تعليقات عندها، ما عاد بتخليش تعليقات مفتوحة. أيوه، لأنه على فكرة بيأثر فينا نفسيا. بيحسوا إنه ما بيأثرش، ولا بنقرأ تعليقات، ولا يعني ما الناس ما بيحسبوش لكلامهم والكلام اللي بيكتبوه. يعني لو فعلا في الناس اللي بيكتبوا هذا الكلام أو الانتقادات هذه قبل ما ينشروها أو قبل ما يرسلوها، يخلوا نفسهم بمكان الشخص هذا. مستحيل حد إنه يكتبه أو يرسله، مستحيل. كيف بتتعامل أنت مع النقد هذا؟ بلوك، حاضر، بتحذفي التعليقات؟ والله في انتقادات تقدر تقول أشوفها وأقول حسبي الله بس. لأنه إيش بيدك أنت تسوي، لأنه أكثر من مرة وأكثر من
من واحد وأكثر من مؤثر طلع يتكلم. وللأمانة هو تقدر تقول طبع خلاص. في بعضهم طبع ما يقدرش إنه يفلته، إنه هذا الشيء فيه بيمشي في دمه عشان بس ياخذ شوية لايكات وعشان ياخذ تفاعل. انا عجبني في فيديو متداول لك. أمم. م? أيوة. اللي كان انه انت قلتي اني من ريمة. يوم ميلادي. ايوه. أمم. كان بث مباشر. ايوه، فالناس اتفاجئوا اني قلت لهم انا من ريمة. على فكرة مش أول مرة، كل مرة يسألوني نفس السؤال وأجاوبهم نفس السؤال نفس الجواب، وكل مرة أجاوب يكون كأنه أول مرة يسمعه. للان قد اتطور السؤال. كيف؟ قالوا من وين من ريمة. مم. انا سعيد بك يا مسار، وسعيد بنجاحك، وتحياتي للاستاذ محمد. وان شاء الله اتمنى لك مستقبل افضل، وتركزي سواء في دراستك او في تمثيلك او في اي حاجه تعمليها. وحلو ان الواحد يكون عارف ايش اللي يسويه. وانا بنتظرك السنه القادم انك انت بمثل مسلسل واحد بس. إن شاء هم؟ الله. ان شاء الله. هو ايش قبل ما نختم، ايش احسن شيء يا مسار في الشهره في عمر صغير؟ الشهرة في لها إيجابيات وفي لها سلبيات. هم. إيجابيتها إنه بتشوف ناس كثير بتحبك، بتلاقي ناس كثير حولك تحترمك بتحبك زي ما قلت. بتسهل عليك أمور كثير. آم، في خيرات إيجابيات للشهرة، بس سلبياتها زي ما قلت لك إنه مستحيل أنت تعيش حياتك بطبيعتك بعفويتك بتحركاتك بتكون زي ما تشتي أنت أو زي أي شخص أيا كان. كل حركة محسوبة عليك وكل كلمة محسوبة عليك. خلاص، ما عاد فيش الان، هو كان ما عاد فيش معك مواضيع شائكه في السوشيال ميديا والناس يتناقلوها، انت اليوم نفيتي كل الاشياء اللي كانت موجوده. أنت ما شاء الله لميت كل حاجة خلاص. خلاص. اليمني احسن واحد، ها. شكرا يا مسار، شكرا، ومتواصلين على خير وفي خير، وتحياتي لك. شكرا، وأنا سعيدة جدا إني كنت اليوم معك كضيفة في البرنامج. وكانت حلقة لطيفة جدا واستمتعت. وكانت الأسئلة برضو يعني أوها كان آه. فيها شوية مسامير، بس آه. جدا استمتعت والله. والله عاد في سؤال قد نحب نخلصه، عاد انا ما سألتك هذا السؤال لازم نسأله. لأن أنا إيش؟ وعدت أماني الزمالك قلت له بسأل الناس كلهم. إيش؟ إنه الآن في مسلسل وأنت بتختاري بطلة فقدامك بطل. م- فالآن لو موجود بمشي لك على مجموعة الشباب. لو في المسلسل البطولة بين المقارنة الآن، لو تختاري بطل أصيل م. حزام ولا صالح العولقي، من؟ مش على أساس قد كنا بنختم. أيوه كنا بنختم بس نسيت يعني السؤال هذا لازم. طيب إيش نوع المسلسل عشان أقول لك؟ المسلسل القادم، في مسلسل فاهمة، القادم بس إيش أيوه. إيش الحكاية أو إيش القصة نفسها عشان أعرف أختار. موضوع اكيد بيعجبك، انت بتختاري مسلسل القصه عجبتك زي ما عجبتك الضايعه، فاجأوك بورق حلو، قال لك الان البطل اصيل حزام ولا صالح العولقي. والله الاثنين أنا اشتغلت معاهم والاثنين كويسين للأمانة. فمن بتختاري بطل؟ ما فيش مقارنة. لا مثلا المسلسل ميكس، فيه شويه كوميديا على شويه سسبنس على شويه تشويق على شويه، يعني مسلسل كذا جديد. آم، صالح العلاقي. صالح العولقي، يعني صالح بتختاري على اصيل. طيب بين صالح العولقي وزين العابدين ابدا؟ صالح العلاقي. صالح العولقي ونبيل الآنسي. الأستاذ نبيل العنسي ما قد التقيت فيه من قبل. ف ربما إنه أكون متحمسة إنه أخذ تجربة كيف نبيل يكون. الآنسي. نبيل الآنسي، عبد الله يحيى إبراهيم. عبد الله. عبد الله يحيى إبراهيم، طيب عبد م. الله يحيى إبراهيم، بكار بشراحيل. أوه. أيوه. بكر. بكار وحسن الجماعي.
حسن الجماعي. حسن الجماعي، محمد الأموي. من؟ حسن الجماعي أو محمد الأموي؟ محمد الأموي ما قد حصلتش كمان فرصة إني ألتقي فيه. فإذا كان المسلسل كوميدي والمسلسل كوميدي بختار محمد، بس إذا كان لا، محمد تراجيدي يمثل، محمد الأموي يمثل تراجيديا ويمثل كوميديا عادي، الاثنين. بس أشوفه أفضل صراحة بالكوميديا، جدا رهيب. وإذا المسلسل ميكس بين الكوميديا بشر والتراجيديا؟ حسن. حسن. أمم. بتستبعدي محمد الأموي؟ إيه. طيب، حسن جماعي وصلاح الوافي؟ بشر حسن. حسن الجماعي ومحمد قحطان؟ محمد قحطان. محمد قحطان. أمم. خلاص، محمد قحطان ما عاد يحتاج شطرة اسمه لأنه خلاص بالنسبة لي. كملنا. اوكي، شكرا لك يا مسار، سعيد بك جدا، وان شاء الله تكون حلقة حلوة عند الناس وعند الجمهور. وانت تابعت الحلقات السابقة أيوه. وفي الناس متفاعلين معها في السوشيال ميديا. جدا. ايش تتوقع اليوم من الحلقة الناس بيتناقلوا؟ السؤال حقك. يلا، شكرا لك يا مسار، ومتواصلين على خير. شكرا لكم جميعا، شكرا لكم، كانت حلقة جميلة ولطيفة مع ضيفتنا مسار محمد. تصبحوا على خير.